عمري سافرت اللي عن طريق شركات من قبل الشهرة، سواء مدفوع أو غير مدفوع. طبعا من قبل الشهرة مدفوع، بس مثلا أنا الحين معاي مبلغ، مثلا قولي 10,000 مثال، أوكي، معي 10,000 أبغى أروح قولي أوكرانيا، تمام. أنا أجيهم إنه أنا تكاليف سفرتي ومدري إيش، إنه أنا حاطة إني أبي مثلا أروح 5 أيام، رتبوا لي جدول في البلد الفلاني، أوكي، في التاريخ الفلاني، كم تكلف السفرة، هذه تكاليف السفرة. هم يرتبوا لك الجدول، تجين يستقبلك السايق، السكن جاهز، الجدول جاهز، أفضل المطاعم يودونك على حسب اختيارك أنت في الجدول. يعني تقدرين مثلا هم مختارين لك المطعم الفلاني مو عاجبك، لا أنا أبغى أتغدى في المطعم الفلاني. فأحس أمان. أقلها لما رحت أملوج اللي بنيوم عندنا بالسعودية، برضو خليت شركة ترتب لي، ودفعت لهم تقريبا 5,000 ريال، ورحت مع جروب ما أعرفهم، لكن كان الجدول عبارة عن ويكند، 3 أيام أو 4 أيام رحنا، سوونا جدول ولا أروع. فطور في مكان، غدا في مكان، عشاء في مكان، يعطونك الجدول على حسب اختيارك، وافقتي عليه أوكي تقدرين تغيرين في الجدول. ما يضغطونك، يعرفون وين الأماكن اللي حلوة، بدون ما تتوهين، بدون ما تضيعين، بدون ما تسألين، فهمتي؟ فأنا ما أعرف من قبل أساسا، حتى لما كنت يعني أول كنت أروح عن طريق شركات، ما عمري في حياتي رحت كذا أحس إنه أمان. يعني شركات مثلا أنا جيتهم قلت لهم أبغى أسافر، تمام، حنا عائلة، أقول له مثلا أبغى البلد الفلاني، يقول لي البلد الفلاني ترى مش مناسب للعائلة، يعني مش ما في شيء، يعني ما في شيء يصلح للعائلة، يصلح، فهمتي؟ فأنا لما جيتهم قلت لهم أبي أروح جورجيا، قالوا لي ترى ثلج، ما تنفع جورجيا، ثلج الحين، يعني مش الوقت المناسب إنك تروحين لها. قلت خلاص دم ثلج أنا عادي بروح لها. فشاورت أبوي قلت نروح، بس تراها ثلج. قال أوكي. يعني حتى يعطونك اقتراحات، مثلا أنتوا اثنين يعني مثلا متزوجة، أو أنت متزوج، أوكي، عرسان جدد، أو بتجددون شهر العسل، يعطونكم اقتراح وين تروحون، وين تجون، فهمتوا؟ زي أنا جيتهم مثلا تقريبا قبل الشهر، جيت قلت أنا معي المبلغ الفلاني وأبغى أسافر، هذه ميزانيتي. قالوا لي أوكي، ودوني جورجيا، تمام. المرة اللي قبلها برضو قلت لهم أنا ميزانيتي كذا، وأنا أبغى الفترة هذه، كم يكفيني، كم ممكن أقدر، يعني كم أقدر أصرف، يعني كم تكلفني. فقالوا لي المبلغ الفلاني ناسبني، رحت أوكرانيا. يعطونك اقتراحات ويرونك إيش وقتها كانت أوكرانيا ترند، نصحني إني أروح لها، فرحت لها، أوكي. فالشركات ليش أحب أتعامل معهم؟ أرتاح، سكن جاهز، المطاعم جاهزة، السايق جاهز، يعني ما أتوه، ما أضيع، ما أطيح مثلا في أحد يلعب علي أو يسرقني، أو فهمتوا؟ ما أطيح في المواقف هذه. إيش فيك؟ مو متعودة إني هادية. إيش يضحك؟ ولا شيء. أنا وياها نسلم. ليه؟ عشان كنت انسرق توجد. علشان ايش؟ علشان ايش؟ لا والله علشان خاطرك والله. ليبة. علشان خاطرك والله. ايش كنت تسولفون؟ حشة على الطاير، بس مدري وش هي، عرفتوا؟
فعشان كذا أنا أتعامل مع الشركات، لأني قد طحت في مواقف، ومو أي شركة بعد. يمكن بعد الطحين في شركة تسوي لك هو، يعني ما تجيك شركة تقول لك يلا السعر الفلاني وتشوفينه مناسب لك يلا هوبا بروح معهم. اسألي عنهم، يمكن هم يمنكحونك. فهمتي؟ يعني نشوفوا دائما الشركات على سمعتها. اسألوا اللي حولكم، شوفوا أحد تثقون فيه. فهمتوا؟ فأنا كذا الصراحة. فخلاص أنا من نوع إيش، تعاملت مع شركة ارتحت معاها خلاص أستمر. عرفتوا؟ أنا كذا، يعني أي شيء